لا بس ده مجموعة شباب طلعنا بالفكرة دي اسمها التحرش بالمتحرشين. دي دعوة بنعملها، عملناها السنة اللي فاتت في العيد برضو، والمرة دي برضو نزلنا عشان نكافح التحرش. مكافحة التحرش للأسف في العيد ما بقاش عيد، العيد بقى موسم الناس كلها تقعد تتحرش ببعض. الشباب هنا بتقعد تمسك بقى وتقعد تتحرش وبيبوظوا علينا العيد كل سنة، فاحنا نازلين لمجرد رفع الظلم على الناس بتتظلم. لا حضرتك في حركات معينه بتهتم بالبنت اكتر، احنا ما بنهتمش بالبنت، سيبهم معاهم تيم، معاهم ليدر يعني. احنا ما بنهتمش بالبنت، احنا بنهتم اكتر بالمتحرش. المتحرش بناخده ونرش عليه سبراي مكتوب عليه انا متحرش، عشان يبقى ماشي في وسط الناس، عشان نوصل رساله للمجتمع ان احنا رافضين موضوع التحرش ده. ففي وسط الناس يبقى ماشي انا متحرش، فيبقى عارفين ان ده مرفوض. وفي ناس من الشارع شباب زي الفل بتيجي تتحرك معانا وبتلاقي ان احنا واقفين على حاجه حق، يجوا يخشوا معانا فعلا. طب لو انتوا مسكتوا شاب متحرش ايه اللي بتعملوا معاه حاليا؟ الشاب المتحرش لا يعني لو تحرش لفظي، لو رمى كلمتين بنتكلم معاه اللي هو ما يصحش وزي والدتك والكلام المظبوط ده كله. ولو حد لمس بنمسكه بنرش عليه انا متحرش وبيمشي. غير لو قاوم بنضطر ان احنا نستخدم عنف شويه، ما بنسلمش حد للشرطه، لان للاسف المره اللي فاتت لما جينا نسلم حد للشرطه كانت الشرطه بتعمل مشاكل معانا احنا. بس انا شايف ان في جديه جدا السنه دي للشرطه ونازله بجديه لحمايه المواطنين بايام العيد. طب لا هو حضرتك بس القانون اصلا مش مساعد الشرطه، ده غير ان الشرطه حضرتك يعني ما تقنعنيش ان الشرطه بتاعت حسني مبارك اللي هي بتاعت المجلس العسكري اللي هي بتاعت محمد مرسي طبعا جت دلوقتي اتغيرت سبحان الله. اول ما الرئيس المؤقت مسك او الفريق السيسي مسك، يعني برضو الشرطه لسه زي ما هي محتاجه تطهير. احنا مش ضد حد وما عندناش مشاكل مع حد، بس الشرطه محتاجه تتطهر. النظام ده كله محتاج يتفور ويبتدي تاني من الاول. شباب اهوت مش معيد، واخد بالك، شباب اهو مش معيد ولا عامل حاجه، بس اهو بيعمل اللي عليه، واخد بال حضرتك. هل الشباب ده النهارده بعد الكلام دي مش وراه اسره ووراه عيال ووراه كده وراه اهل، واخد بال حضرتك؟ هيعملوا ايه اكتر من كده؟ فلازم احنا نساعد ايد واحده ما تسقفش. يعني الشباب الحمد لله مثلا بيعمل على قد ما يقدر، هم مفكرين ان هم ماشيين كده يعني، بس لما يحصل حاجه الشباب ده بيعمل حاجات صراحه اللي بيقدروا عليه ربنا، ان هو بينجز اخوه، بينجز اخته، بينجز اي حد.